الكدبة بتقول من خاف سلم، لكن الحقيقة ان من خايف ضيع عمره حرفيا. ازيك عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير بصراحة، لان الوضع في الفترة اللي فاتت مش بخير قوي. يعني بعد غياب طويل انا برجع تاني هنا علشان امارس هوايتي المفضلة في اني اقدم المحتوى اللي انا بحبه، وهو ايه؟ اي حاجة بحبها انا بقدمها من الاخر. فالنهارده انا راجع قصة النهارده فعلا بتعبر عن الشخص اللي الخوف بيضيع حياته. وانا مش عايز اطول في المقدمه. في اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو لو عجبك في النهايه. بس كده خلينا نبدا. قصه كارل لوك قصه مش مشهوره وما خدتش الصيت اللي تستحقه، ولا تم تسليط عليها الضوء بالطريقه اللي المفروض كانت تحصل. وبما ان القصه عجبتني او شدت انتباهي، فانا شايف انها تستحق الذكر، وده سبب كافي لاني اعمل عنها فيديو. كارل لوك شخص اتحبس حوالي 37 سنه دون اي مفيش كده، اللي هو بسبب الخوف. من الاخر الراجل ده استخبى في القبو بتاع بيته، اللي هو البدروم بتاع بيته، لمده 37 سنه. احنا في ولايه ديترويت في الولايات المتحده. هناك عاش شخص اسمه كارل لوك من سنه 1964 لحد سنه 2001. كارل شخص كان فاكر ان هو اتحكم عليه بالاعدام، راح استخبى في قبو بيتهم لمده 37 سنه على الفاضي. كان يعيش حياه مذله، حياه مريره، شبه حياة الفئران عزكم الله. بس ايه القصة؟ دافع ان انسان يعمل كده، ايه السبب؟ كده انا مش جايبك تتسائل، اكيد هقول لك. محدش يستغرب من ستايل المايك والقلم، انا اكتر انسان بيمسك المايك بطريقة غريبة، ما تديش اهتمام. سنة 64 في 3 مجرمين اتهجموا على بيت كارل. لوك قدر ان هو يدافع عن نفسه. لوك قدر يدافع عن نفسه وقتل ال3 مجرمين دول. بس بعد كده حصل شيء غريب. السلطات في ولاية ديترويت الامريكية اعتبرته هو المجرم، بل أدان توجهت له أصابع الاتهام في إن هو اللي قتلهم عمده، إن هو ما كانش بيدافع عن نفسه. في البداية الموضوع كان في صالح كارل لوك، لكن بعد كده اكتشفوا إن ال3 اللي ماتوا كانوا 3 إخوات، وال3 دايما كانوا بيتخانقوا مع كارل. فالموضوع هنا قلب إن هو اللي دبر لهم الحادثة، إن هو اللي دعاهم للبيت علشان يقتلهم. كان عذره إن هو يقتلهم وكده إن هم جايين يسرقوني، فأنا بدافع عن نفسي. بس يا فنان، أول ما عرف إن الموضوع اتقلب ضده راح على طول هب في القبو بتاع بيته، ومحدش عرف يلاقيه بأي شكل من الأشكال. وأنا مش عارف ده شيء غريب ولا لأ، بس فعلا محدش عرف يلاقيه طول 37 سنة. القبو بتاعه أو البدروم بتاعه كان صغير جدا، ما كانش أكتر من متر في مترين، يعني يعتبر تربة من الآخر. فما مراته إن هو هيستخبى، اتفق معاه إن هو ما يعرفوش الأطفال الصغيرين أي حاجة علشان الأطفال كلامهم كتير فممكن يسربوا الموضوع للجيران. لوك ما كانش بيطلع من القبو ده غير بالليل خالص، بعد ما يعتبر اغلب الناس بتنام، علشان يوم يشرب وياكل ويرجع تاني قبل ما اي شخص يصحى من النوم ويلاحظ بس مجرد ملاحظة ان هو موجود. وللاسف بعد كام شهر كده بطريقة غريبة مراته بتموت في حادثة، وابنائه كانوا فاكرين ان هو مات من فترة طويلة، وبالطريقة دي عاش لمدة 37 سنة. طب تفتكر احنا عرفنا ازاي ان كان في شخص استخبى لمدة 37 سنة؟ ما اكيد امره انكشف. تمام، انت عندك حق، صح جدا. طيب ازاي امره انكشف؟ بعد موت مراته واولاده انقطعوا عنه خالص، وهو انقطع عن العالم الخارجي تماما. القصة بتاعته بدأت ترجع للأذهان تاني. ازاي؟ هو كان بيبعت رسائل؟ اكيد لا يا صاحبي. في 3 عائلات بعد ما اولاده مشيوا جم سكنوا مكانه. 3 عائلات اشتكوا ان في صوت من القبر، محدش عارف مصدره، يعني محدش عارف ايه اللي بيطلع الصوت ده من القبر. برضه هو مستخبي من ال3 عائلات دول، كان بيطلع بالليل ياخد الاكل بتاعه والشرب وينزل تاني لحد ما جاله مرض اسمه الربو. المهم ان مرض الربو بيخليك مش قادر تتنفس وبتكح كحه عنيفه. طبعا شخص بيكح بالطريقه دي واكل بيختفي وميه فتح بالليل، فاكيد البيت ده يا اما مسكون على حسب الساكن بقى. كتر الكحه والحاجات اللي زي كده اكيد ده شيء يلفت نظر اي كائن حي. في 2001 في شخص ما كده في جاموسه بره قعدت تزعق بقالها نص ساعه، لو جوزها مطلقها مش هتعمل كده، وانا زهقت عايز اخلص خراسي. انا مش عنيف ضد الحيوانات، بس بصراحه انا مشخصنها. سنه 2001 في شخص جديد جه اجر البيت. المهم الشخص ده سمع صوت غريب برضه من القبو بتاع البيت، شخص قاعد يكح وبتاع، فرن على الشرطه. ده ما بيتفهمش، والشرطه جت فتحت القبو ولقت لوك بيقول لهم سربرايز ماذر فاكر. المهم ان الشرطه لقت لوك. المهم شافوه في حالة يعني ما اقولكش، اعوذ بالله، منحول حرفيا. يعني كان شبه عود القصب، وشعره كان طويل فشخ، وكان متجعد بطريقة غبية. طبعا كمية المشاكل الصحية
لا تخفى عليكم، ما تتعدش. كارل قال للشرطة سبب اختفائه طول الفترة دي، قال لهم ان هو قتل 3، ففكر ان هو مش عارف كان هيتحكم عليه. المهم يعني احنا عارفين القصة. ضباط الشرطة عطوه الصدمة التانية، عرفوه ان الست ام ال3 لصوص دول او ال3 حرامية دول اعترفت ان ولادها كانوا اساسا رايحين ومخططين ان هم يسرقوا بيت لوك. القاضي بتاع مقاطعة دوتريت طلع حكم فورا بان لوك مش مذنب. اغلب الناس كانت فاكره ان لوك ميت. للاسف بيفكرني ببروكس من فيلم شوشانك ريدمشن. لوك ما قدرش يتعايش بره القبر كتير، ما قدرش ان هو ياخد على الحياه تاني. الحياه كانت اتغيرت، الحياه كانت صعبه، وهو بصراحه يعتبر عمره كله ضاع في القبو ده. المهم ان هو مات سنه 2006، يعتبر بالظبط قضى اكتر من النص في القبو ده. وانت بتسمع القصه او انا حتى وانا بحكيها مش هتحس بمدى بشاعة القصة بصراحة، أو بمدى المأساوية اللي وقعت على الشخص ده. صراحة الواحد لما بيفكر كده ويحط نفسه مكانه، اللي هو يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ ضيع 37 سنة من عمره هباء منثورا بسبب الخوف، بسبب ان هو كان خايف من الموت فضيع عمره. الأمل يا صديقي، الأمل ممكن يكون شيء قاتل، وممكن يكون الشيء اللي يرجعك للحياة. فانعدام الأمل بيخليك تموت وانت على قيد الحياة. وده مش تنمية بشرية بقدر ما انا بقوله بوجهة نظر فلسفية معينة، هو انك انت على الاقل لو مفيش اي نسبة امل، مفيش اي داعي ممكن يخليك تكمل حياتك، لان اللي هيتبقى لك من بعد كده هو الخوف والقلق والرعب والذعر وكل الاشياء المؤلمة. بقول لك انك انت الحياة وردية او احلم واجري وتنطط، لا، بس ممكن يكون في امل، ما تضيعش الدنيا. هو بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، وتكتب لي تعليق عن اي قصة انت عارفها ممكن نتكلم عنها، ولو في مواضيع معينة ان احنا نتكلم عنها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. التقي في الفيديو القادم، وسلام.